وبمناسبة كنا دولة عظمى، وبمناسبة تيران وصنافير، وبمناسبة العلاقات المصرية السعودية، مصادر أثيوبية ذكرت أن المستشار بالديوان الملكي للعاهل السعودي وزير الصحة السعودي السابق أحمد بن عقيل الخطيب زار سد النهضة الأثيوبي أمس أثناء تواجده في العاصمة أديس أبابا بغرض الوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة وفقا للمصادر. وكشف المصدر الأثيوبي للوكالة التركية أن الخطيب وصل أديس أبابا وزار السد في نفس اليوم، وصل الجمعة وزار السد في نفس اليوم واستقبله مدير المشروع. وكشف التلفزيون الأثيوبي أن مستشار العاهل السعودي التقى أمس برئيس الوزراء الأثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. خليك فريش، احنا في دولة عظمى. خلاص احنا لقينا بدل ما خليك فريش احنا في رحلة، خليك فريش احنا في دولة عظمى. النائب فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان قال ان زيارة مستشار العاهل السعودي لسد النهضة الأثيوبي تأتي عكس اتجاه القيادة المصرية، مؤكدا أننا بلد تعتز بكرامتها وشعب يحافظ على كيانه. وأكد أباظة أن مصر لن تركع لأحد مهما كانت الظروف الاقتصادية مقابل البترول أو المعونات، مشيرا إلى أن الشعب المصري مقاتل وقادر على تحقيق النصر كما انتصر في حرب أكتوبر 73. وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان إلى أن الشعب المصري يسير وراء القيادة السياسية الذي يثق في أنها ستجعله آمنا، مؤكدا أن الشعب المصري يفدي وطنه بروحه ودمه. كراسات الإنشاء هي أكتر حاجة بتتملي في مصر، مش من الطلبة حقيقة، لا من الحكومة، خصوصا لما تكون زيارات غامضة. تقارير صحفية ذكرت النهاردة أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح زار مصر سرا رغم عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليه اللي من بينها عدم السفر، رغم الثورة ورغم كل حاجة. مصر حقيقة صديقة لأي حد يعادي الثورات العربية، صديقة للي قامت عليهم الثورات العربية حقيقة. وما بشار وادي علي صالح إذا صحت هذه التقارير ببعيد. قائد اللواء 62 حرس جمهوري العميد مراد العويلي المقرب من صالح أكد أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن وعاد خلال الفترة القليلة الماضية. تقارير صحفية قالت أن زيارة صالح لمصر استمرت أكثر من يوم وتم خلالها بحث الأزمة اليمنية. وتأتي هذه الزيارة رغم العداء الشديد بين المخلوع صالح والمملكة العربية السعودية اللي بترفض بشكل قاطع أي دور لصالح في اليمن. كانت برضو السعودية للأسف جمعت وش صالح، عملت له عمليات تجميل وجمعته، وفي النهاية طبعا في عداء شديد لصالح. عشان كده لما يجي عضو البرلمان عن الشؤون العربية ويقول لك أصل مصر وأبصر إيه والحكاية، قول له يعني اللي بيته من إزاز ما حدش الناس إنه الأداء متبادل حقيقة، يعني أداء اللطيف السعودي المصري متبادل. وزارة الطيران المدني المصرية أعلنت يوم الخميس العثور على آثار مواد متفجرة في رفات جثث ضحايا الطيارة المصرية المنكوبة اللي سقطت في البحر المتوسط قادمة من باريس في شهر مايو الماضي. وأوضحت الزيارة في بيان نشرته النهاردة أنه ورد إلى الإدارة المركزية تقارير الطب الشرعي بشأن جثامين ضحايا الطيارة، وتضمن الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاه البشرية الخاصة بضحايا الحادث. الطيارة من نوع ايرباص 322A وقعت في البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس للقاهرة في 19 مايو، وقتل 66 شخص هم كل من كانوا على متن الطيارة. واللجنة المصرية قالت انها حالت الامر للنيابة بعدما تبين لها وجود شبهة جنائية وراء الحادث. وهنا يجب ان يكون لأي ذو لب، واللب ده هو العقل، يعني وقفة حقيقة، يعني انه هو وتسأل اشمعنى دلوقتي؟ ليه؟ ايه الهدف؟ بص حضرتك، هو لازم يكون في هدف، لازم يكون في هدف. هتقول لي ايه هو؟ انا ببحث، بس مش خلي بالك الطيارة دي لم يعلن عن طاقمها لحد الآن، مش طاقمها، طاقم الركاب يعني. اعلن عن طاقمها ده غصب عنه، انما الركاب اللي كانوا فيها
لم يعلن عنهم لحد الآن. وخليني أذكر حضرتك إن أنا عدد مرات لا نهائية لدرجة إن أنا وصلت لمرحلة إن أنا خايف إن حضراتكم تكونوا زهقتوا. قلت لكم لدرجة إن احنا كنا مشغلين شبه عداد. ما زالت الحكومة المصرية لم تعلن عن أسامي الضحايا في الطائرة المنكوبة. ما زالت الحكومة المصرية تتحفظ. ما زالت الحكومة المصرية تواصل المراوغة. ما زالت الحكومة المصرية تتعلل بأنها لم تعلن أسامي المنكوبين في هذه الطيارة عشان ما تسببش غلاسة شركات التأمين العالمية ومطاردتها ليهم أي إزعاج. وما زالت الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة تتحفظ عن أسامي اللي موجودين في الطيارة. مصر لم تعلن على الأسامي دي، مش دعوة بكده، مش حقك تعرف أي حاجة. إنما النهاردة مصر شافت إن من حقك تعرف إن في آثار تفجير داخل رفات بعض الضحايا. ليه يا مصر؟ ليه يا مصر؟ هيبان خلال الساعات، إن ما كانتش ساعات، أيام قليلة مقبلة. ليه يا مصر؟ وبمناسبة إعلان وزارة الطيران، النائب العام النهاردة كلف نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة بفرنسا لذويهم، كما أمر بتسليم رفات الضحايا الأجانب لذويهم. وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه تقارير الطب الشرعي ولجنة حوادث الطيران. وصلوا بقى التحقيقات بعد ما الحكومة بانت. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقرير عن إعلان وزارة الطيران المصري اللي لسه بقول لكم عليه، العثور على آثار متفجرات في رفات الضحايا. وقالت نيويورك تايمز أن الإعلان وراه أهداف سياسية. حاولنا نلخصها لحضرتك طبقا لنيويورك تايمز في الانفوجراف ده. نيويورك تايمز عن متفجرات طائرة مصر للطيران. لماذا الآن؟ جريدة نيويورك تايمز نشرت تقريراً عن بيان وزارة الطيران المصرية قالت فيه: لماذا انتظر المسؤولون المصريون وقتاً طويلاً لإعلان النتائج؟ معظم الجثث تم انتشالها من البحر في يوليو. قال الخبراء وقتها إن سبب التحطم ما زال لغزاً. التوقيت غريب ونتائج متأخرة جداً. يأتي الإعلان بعد تبني داعش تفجير الكنيسة. مخاوف مصرية من زيادة وتيرة العنف على أيدي داعش. يمتلك محققو حوادث الطيران في مصر تاريخاً في البطء والغموض. يخضع المحققون المصريون للاعتبارات السياسية. السلطات لم تعلن بعد سبب تحطم الطائرة الروسية عام 2015. ذكر الكرملين أن قنبلة وراء الحادث. الأمر برمته مسيس جدا. الوقت يناسب المصريين ليثبتوا أنهم يحاربون الإرهاب. لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن سقوط الطائرة المصرية. تفسيرات سابقة أشارت إلى إمكانية وجود أسباب أخرى. كشف الصندوق الأسود انتشار دخان عبر كابينة القيادة. أحد الطيارين حذر من وجود حريق. تريد مصر إلقاء اللوم على إجراءات الأمن على مطار شارل دي غول. مصر تريد رسم صورة لها كضحية للإرهاب. ده تحليل نيويورك تايمز حقيقة الجدير جدا بالاستماع والجدير جدا بالتمعن. لكن خدت بالك من حاجة، ان مصر ما اعلنتش على سبب او نتائج التحقيقات في الطيارة بتاعت 2015 بتاعت روسيا، انما لقت الطيارة الجديدة. حقيقة لقت الاسباب، لقت الاسباب. ده تحليل لنيويورك تايمز تسأل عليه نيويورك تايمز. لسه بنقول لحضرتك احنا بنبحث وهيبان باذن الله، هيبان ايه السبب. الناس اللي مع اي حاجه بتغضب ربنا حقيقه ما فيش حاجه بتعملها خالصه لوجه الله او لوجه الوطن. للاسف الشديد مصر رزقت بمن يعمل حقيقه ضدها كل الاشكال.
مهما بلغ كذبه ومهما بلغت الأغنيات ومهما بلغت التنهيدات ومهما بلغت التسبيلات، فالأيام كاشفة. في زمن المسخ بيتكلم المسوخ في قضايا الوطن. بانجو مؤسس حركة تمرد وعضو ائتلاف دعم مصر رحب بما سماه بالانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري تيامنا مع مامته إلهام وحلفائه، في مقدمتهم روسيا. بيبارك يعني للجيش العربي السوري في معركة تحرير مدينة حلب اللي العالم كله متفق على انها مذابح بدأ جماعية، لكن في عرف السيسي وأبواقه وألاضيشه هي انتصار. بانجو أضاف أن ما تحقق من تقدم للجيش العربي السوري في حلب حتى الآن يصب بشكل مباشر في مصلحة الأمن القومي لمصر، حيث أن سوريا واحدة من أهم البوابات التي تخدم أمن مصر القومي وأمن البلدين. بدر بينضم للسيسي وأبواقه في التهليل للمذابح، ونحب حقيقة نرسل رسالة لمحمود وللسيسي من حلب. في نفس الوقت اللي بتهني فيه إلهام شاهين ومحمود بانجو حقيقة والسيسي وألاضيشه حلب، أو بتهني حلب بالسقوط حقيقة، وقال لك حلب نجحت والجيش، وبيهنوا الجيش العربي الحر السوري حقيقة على أدائه. في نفس هذا التوقيت بيحاول بشر بني آدمين حقيقيين مش أمثال هؤلاء إن هم يعملوا حاجة لحلب. في قافلة طلعت بعنوان افتحوا الطريق إلى حلب، اتحركت من تركيا حقيقة لمحاولة القيام بدور إغاثي وإنساني في هذا التوقيت العصيب. بينضم لينا الأستاذ مروان نبيل ناشط إغاثي من مصر حقيقة موجود في هذه القافلة واللي في طريقها لحلب لمحاولة نجدة أهلها. أستاذ مروان أهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ معتز، واهلا بالساده المستمعين. تحياتي ليك وتحياتي لكل حقيقه اللي مع حضرتك في هذه القافله، لا نزكي على الله احدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. بتعملوا ايه دلوقتي يا استاذ مروان؟ حاليا احنا هنقدر نتكلم في البدايه اللي تركيا بعد التلبيه اللي تمت من خلال رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء بنعلي يردمئ، فكان فبالتالي تم بالتالي تجهيز بعض المعدات وبعض الادوات الاغاثيه تلبيه لهذا النداء، وتم خروج القافله اللي طالعه من اسطنبول يوم الاربعاء الماضي، وتوجهت الى الحدود الى حلب، وحاليا متواجد على الحدود الى الان 1500 شاحنه محمله من المساعدات التي موجهه الى الاخوه في حلب والاهالي الذي تم نزحهم وتم طردهم من هذه المدينه. لكن وجدنا اليوم مشكله في دخول الشواحن بسبب ايران والضغط على السياسه على تركيا، فتم اليوم ارسال 400 سياره فقط، وفي الغد ان شاء الله القريب سيتم ارسال باقي الشواحن لاخواننا داخل حلب. قصدك باقي الشاحنات يا استاذ؟ باقي الشاحنات. نعم. ايوه اتفضل. باقي الشاحنات سيتم ان شاء الله يعني ذهاب يعني تم دخولهم ان شاء الله الى حلب غدا، وبالتالي ويوجد اخر شاحنات اخرى قادمه من عده مدن تركيه، منها أدنا ومنها مرسين ومنها اسطنبول. ايضا يوجد بعض الشواحن يعني ستاتي في الطريق خلال ايام قليله، وثم تدخل الى ان شاء الله الى حلب واهل حلب. حاليا انا متواجد في على الحدود، يعني اقترب عن الحدود ب3 ساعات ان شاء الله. في الصباح الباكر هتواجد في الحدود التركيه السوريه باذن الله، وهنتمكن باذن الله من الدخول. يعني اذا اشاء الله عز وجل يعني لنا الدخول، سندخل باذن الله ونقوم بارسال هذه المساعدات لاهلنا واخوتنا في حلب. وانا حابب اوجه رساله من خلال برنامج حضرتك يا استاذ معتز لكل انسان شريف وكل انسان يعني يحترم الانسانيه ويحترم الكرامه ان يتحرك من اجل نجدة هؤلاء الناس. لاننا اليوم حينما كنت اقف على الحدود وارى الاطفال الذين لم يلبسون شيئا في عز هذا البرد وفي عز هذا الوقت الذي مننا يجلس في بيته ووسط اهله ووسط رفقائه ووسط احبابه، وهؤلاء يموتون من البرد. والله يا استاذ معتز انا كنت ارى اليوم اطفال لم يلبسون احذيه في اقدامهم، يعني
تتخيل كده أطفال في عز هذا البرد في عز هذا الثلج لم يلبسون شيئا على عري، يعني أين الإنسانية؟ أين العروبة؟ أين حقوق الإنسان الذين يتحدثون بها ويتكلمون بها؟ لكن هؤلاء لهم الله يا أستاذ معتز، والله هؤلاء لهم الله، ولكن سنسأل جميعا عن هؤلاء الناس، وأولنا ورؤساء العرب الذين يتحدثون بالحرية والديمقراطية سيسألون عن رعايهم وعن شعبهم ماذا فعلوا لهم. والله سنسأل جميعا، إلا إذا تحركنا في هذا الوقت وقمنا بمساعدتهم وتقديم العون لهم، والله ستخسر الأمة العربية وستسقط الدولة الإسلامية والدولة العربية جميعا. لأن إذا لم يوجد تحرك إنساني في هذا الأوقات التي تمر بها حلب وأهلها وسوريا، والله يا أستاذ معتز والسادة المستمعين يسمعوا جيدا هذا الكلام، والله سنندم ندما شديدا لأننا نرى أخواننا وأهلنا يذبحون ويقتلون ويغتصبون أمام أعيننا ولا نفعل لهم شيء. لماذا؟ لأننا لا نستطيع. لماذا لا نستطيع ونحن بإمكاننا أن نفعل أكثر مما يعني نتخيل، لكن للأسف نحن متكتفين، نحن غير قادرين. لماذا؟ لا أعرف يا أستاذ معتز. الله غالب. أستاذ مروان نبيل، ناشط إغاثي مصري من قافلة افتحوا الطريق إلى حلب، يحلمون بالوصول إلى حلب بإذن الله. مش عايز أقول لك إن ده غاية المراد من رب العباد، لكن بالتأكيد ده أهون كثيرا ما يقوم به أمثال هؤلاء، أهون كثيرا من تهنئة الجيش السوري الحر، من تهنئة بشار.